اللاعبين هي صلاحية المدرب. أنا رأيي عدم التدخل بشؤون المدرب هي ناحية إيجابية يجب الكل الالتزام بها. عملية اختيار اللاعبين هي صلاحية المدرب، وهو الأعرف بلاعبينه، وهو أعرف ممن يكون ضمن تشكيلة الفريق. نتمنى للفريق الفوز والتأهل إلى كأس العالم. شكرا جزيلا. بالنسبة للتشكيلة التي اختارها مدرب المنتخب الوطني كاساس، هي تشكيلة جيدة بالنسبة له حسب اختياراته هو، كونه هو الأعلم باللاعبين وإمكانياتهم وقدراتهم، ولا يمكن التدخل في التشكيلة التي يختارها، لأنه هو المسؤول الأول والأخير على التشكيلة وعلى اختيار اللاعبين. يعني التشكيلة متنوعة بين اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين، وهذا اختيارات المدرب ونحترم اختيارات المدرب، لأنه هو أقرب للاعبين وأعرف بمستوياتهم وكذلك جاهزية اللاعبين. واحنا يعني نتمنى من الجماهير والمحللين والناقدين الرياضيين أن يفسح المجال لخيارات المدرب، وبالتالي هو المدرب يتحمل مسؤولية ويتحمل النتائج. يعني الكل تابع خيارات المدرب بالفترة السابقة، المباريات التجريبية، استدعاء بعض اللاعبين، ارجاع بعض اللاعبين، لاعبين المصابين، لاعبين اصحاب الخبرة، المحترفين، المغتربين، الهالة الإعلامية يعني اللي صارت ضدهم أو معاهم. طبعا هو هذا المتوفر، يعني احنا كرياضيين نقيم الوضع حسب خبرتنا. هم ذول يعني المتوفرين حاليا، أجود اللاعبين موجودين. يعني بعض الأسماء تم استبعادها، كان من الممكن إضافتها: قوقية، مهدي كامل، علي حصني، وكذلك اللاعب أحمد اللي كان المغترب، نسيت اسم أبوه. فيعني التشكيله اللي موجوده متوازنه، يعني قلت لك يعني علي حصني، مهدي كامل، يعني لاعبين ذولا قوطي يعني كان يضيفهم. اما اللي متوفر فهذا هي الطاقات الموجوده بالدوري اللي انتج الدوري، وكذلك اللاعبين المغتربين والمحترفين يعني خارج البلاد، ان شاء الله نتوسم بهم خير. المباراه التجريبيه اثبتت مهاره بعض اللاعبين، وكذلك اضافه كل كبير اللاعبين المغتربين، وان شاء الله نتمنى الجمهور يدعمهم ويوخر هذا البون اللي جاي يصير، يعني الحرب اللي يتعرضوا لها، وكذلك النقاد والمحللين اللي جاي يتواجدون بالقنوات التحليليه يبتعدون عن الشخصنه وكذلك التسقيط والتشهير. واحنا نقدم شكرنا وتقديرنا للقنوات المنصفه اللي تبتعد عن هذا الشيء، وان شاء الله نتمنى الموفقيه لمنتخبنا ببطوله اسيا ان شاء الله.